كل 27 يناير أو كانون الثاني من السنة العالم يحتفل بمناسبة يوم كيكة الشوكولاتة العالمي، وأنا حبيت أسوي لكم شوكولات كيك على طريقتي والطعم ولا ألذ. المقادير تلقوها كاملة بصندوق الوصف، وبهالفيديو أقدم تحية خاصة لكل وبالأخص اللي عندها أكثر من طفل بعمر صغير. تابعوا الفيديو للأخير وراح تعرفون معاناة الأمهات. الله يقوينا ويعيننا على تربية. طولت عليكم المقدمة وهسه تعالوا نحضر الكيكة. بالكيك دائما قبل كل شيء أحضر المكونات وبعدها أشغل الفرن، وبعدين أدهن القالب وأرشه بالطحين، ومن بعدها أبدأ بتحضير الكيك. هسه بالخلاط أو ممكن باليد نخلط الزبدة مع السكر، تكون بحرارة الغرفة. شوفوا شلون لينة، ويفضل السكر تكون حبيباته ناعمة، مو المطحون باودر، لا العادي بس حبيبات ناعمة. بعدها أضيف البيض وأخلط. أضيف الفانيلا وأخلط. وبعدين أدخل المكونات الجافة، وهاي الخطوة اختيارية. نخلط الطحين أو الدقيق مع البيكنج باودر والملح. أبدي أضيفه للخليط بالتدريج. وأضيف عليه الحليب أيضا بالتدريج أو نصف المقدار. وأكمل الطحين، وبعدها إضافة بسيطة راح تنطي لون وطعم مميز، وهي إضافة ملعقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة التحضير. ضفتها ويا الحليب أفضل حتى تذوب. وبعد ما خلطت هالمكونات الرئيسية للكيك، هسه ممكن أضيف النكهات اختياري حسب الرغبة، يعني نقدر نكتفي بهالمكونات ونقدر نضيف إضافات ثانية بحسب الرغبة شنو نكهة الكيكة اللي تريدون تحضروها. وبمناسبة يوم كيكة الشوكولاتة العالمي أنا اختاريت إضافة الشوكولاتة. أخذت ملعقة كبيرة من كاكاو باودر خام، المور مو المحلى، ذوبته بالحليب أو الماء وضفته للخليط. وأيضا إضافة اختيارية وهي حبيبات الشوكولاتة أو الشوكولات شيبس. بعدها أصب الخليط بقالب الكيك اللي جهزته. وأيضا للتزيين رجعت ضفت حبيبات الشوكولاتة. بعدها أدخل القالب للفرن على نار هادئة بالرف الوسط لمدة 40 دقيقة أو حسب الفرن. بس تشتمين ريحة الكيك طلعت، تشيكي عليها بعود أسنان وشوفي إذا العود جاف معناها جهزت. أطفي نار الفرن وأترك الكيكة بالفرن دقائق بسيطة، وبعدين أطلعها. وممكن أقدمها بدون إضافات أو ممكن إضافة كريمة أو شوكولاتة سائلة أو تزيينها حسب الرغبة. لحظة لحظة، هاي ليش الكيكة طلعت بهالشكل وماكو نفشة؟ كل خطواتي صحيحة ومضبوطة. تعالوا نشوف وين غلطنا. أوبس،
ننساه هو نضيف كاسترد بدال البيكنج باودر. هنا بسبب هالغلطة حبيت أحيي كل الأمهات وأقولهم ترى عادي تغلطين انتي مو لازم كل شي تسويه يضبط، وعادي إذا غلطتي بشي بسيط ما توقفت الدنيا على هالغلط البسيط. انتي وكلنا نعرف الأم وقيمتها العظيمة اللي الله حط الجنة تحت أقدامها، لأن الأم تشتغل 24 ساعة باليوم بجهد كبير حتى تكبر أطفالها وتقدم شباب وصبايا المستقبل اللي بإذن الله يكونون صدقة جارية إلها بتربيتها الصحيحة إلهم. وهسه طبعا تطلبوني وصفة كيكة مضبوطة بدون غلطة، هسويها لما يكبرون جهالي وأقدر أطبخ بهدوء. لا أتشاقة، هجهزها وأنزلها بأقرب وقت بإذن الله.